حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض كيكه الفانيليا بطريقه سهله جدا وبسيطه واقتصاديه، ومكوناتها ان شاء الله متوفره في كل بيت. او كيكه الشاي، او كيكه اللي هي ايه، ينفع ان انا اخدها كده اشتغل بيها واعمل احلى تورتايه. بجد طريقتها كويسه جدا. كيكه كده هشه بسيطه اقتصاديه زي ما قلنا. كيكه للشاي كده او كيكه فانيليا. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه المكونات وايه الخطوات. اول حاجه هبتدي بيها معايا 3 بيضات كده يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وهنا المكونات كلها لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. وانا هنا ببتدي اكسر بيضه بيضه، والبيضه اللي بلاقيها خلاص تمام كده بنزل بيها ايه في الطبق بتاعي اللي انا بشتغل بيه، واحط كل مكوناتي فيه. طبعا الجو حر ولازم نعمل كده طبعا ايه في البيت. بيضه بيضه بلاقي البيضه خلاص تمام بنزل بيها ايه فوق البيضه الثانيه. يبقى انا كده معايا 3 بيضات زي ما احنا شايفين كده زي الفل. هنزل على البيض بكوبايه من السكر، وهنا السكر كده هيبقى تمام ومظبوط جدا. لو حابه ان تحليتها هتبقى زياده، يعني لو هتاخدي الكيكه ديت هتعمليها تورته فبتزودي السكر بتخليها كوبايه ونص من السكر. يبقى انا نزلت بثلاث بيضات عليهم كوبايه من السكر بالشكل ده. وهنزل بظرفين من الفانيليا، معايا كده 2 ظرف من الفانيليا البودر. لو عندك الفانيليا التانية اللي هي السايله ممكن تنزلي بمعلقه صغيره، انا بصراحه بفضل دي ما بتغمقش الكيكه معايا. اول خطوه بعملها في الكيكه، انا دلوقتي حطيت البيض مع السكر مع الفانيليا. ببتدي ان انا امسك المضرب بتاعي، وبرده احلى حاجه فيها ان هي لو ما عندكيش خلاط، ما عندكيش مضرب اللي هو الكهربائي او كده، على ايدك كده بتعمليها بالمضرب كده، بتدوبي السكر مع البيض مع الفانيليا بالشكل ده. وبتاكد طبعا ان السكر ده خالص ما بقاش خشن كده في البيض بتاعي بالشكل ده. بقلبها كويس جدا لان لحد ما اتاكد ان السكر داب كده معايا. وبعد ما اتاكد ان السكر داب كده اللهم صل عليك يا نبي، ان السكر داب كده مع البيض بالشكل القمر ده، هنزل بقى دلوقتي بكوبايه الا ربع سمنه على زيت سمنه كده على زيت هنزل بيها. وهنا ممكن تحطي الكميه كلها كوبايه الا ربع زيت، وممكن تحطي الكوبايه كلها كوبايه الا ربع ايه سمنه بس انا حطيت كده خليط من السمنه والزيت مع بعض. طبعا هدمجهم كده او اقلبهم بالشكل ده. لازم ان انا ادمج مكوناتي كلها مع بعض. ومعايا نص كوبايه من الحليب هنزل بيها، ومعايا تاني زبديه بلدي كده هنزل بيها بالشكل ده. يبقى انا حطيت نص كوبايه من الحليب على زبديه بالشكل ده. وهبتدي ان انا طبعا اقلب كده كويس جدا الزبادي مع البيض مع الحليب مع السمنه مع الزيت مع الفانيليا، واقلبهم كويس جدا. انا دلوقتي كده بجهز المكونات السايله، وهنزل عليهم دلوقتي بالمكونات الجافه. ودلوقتي هبتدي انزل بالدقيق، طبعا لازم انخله كده زي ما اتعودنا مع بعض. معايا بقى المقدار كده كوبايه ونص من الدقيق بنخلهم بالشكل ده. هنزل دلوقتي خلاص نخلت كوبايه ونص من الدقيق، نزلت كده برشه من الملح، رشه ملح. وهبتدي دلوقتي انزل بكيس من الكيك شيف، او طبعا لو كيس اللي هو الباكنج باودر ده او ده بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اقلب الخليط كويس جدا. طبعا لازم اخلي الدقيق يتشرب من كل السوائل دي. وطبعا زي ما متعودين بنقلب في اتجاه واحد عشان الهواء كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم ايدي كده تبقى ماشيه كلها كده في اتجاه واحد زي ما احنا شايفين. بقلب طبعا الكيكه بتاعتي كويس جدا. وبعد ما كده دمجت كله كده في بعض بالشكل دوت كده، وبقى القوام قمر زي ما احنا شايفين. بصي كده وسط، ولا اللي هو تقيل قوي ولا اللي هو خفيف، لا قمر كده زي ما احنا شايفين. عندي بقى الصينيه بتاعتي، وهنا صينيه مش كبيره يعني مقاس 22 كده زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى كده احط فيها شويه من الزيت على شويه من الدقيق، زيت او سمنه طبعا براحتك. وبعد ما بطنت الصينيه بتاعتي بشويه من الزيت على شويه من الدقيق بالشكل ده، هبتدي بقى ان انا انزل بالخليط بتاع الكيكه القمر دي. بصي بقى الجمال، بصي العسل، يا جمال ويا جمال. اوعي بقى تكوني قاعده دلوقتي ونسيني في اللايك، يلا بقى لايك وشير
عشان ايه القناه تكبر بيكم يا حبايبي. نزلت بقى كده بالخليط بتاعي. بعد ما حطيت الخليط كده في الصينيه، حد الصينيه كده دقيقتين كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عشان طبعا ايه كده يعني الهوا يخرج كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 160، هتقعد معايا 30 دقيقه او 35 دقيقه، وهنشوفوا احلى كيكه مع بعض. وده شكل الكيكه كده بعد ما قعدت معايا 30 دقيقه في الفرن. بصي كده القمر بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، بجد في منتهى الجمال. ريحتها حلوه جدا، ارتفاعها بجد جميله، سهله، اقتصاديه، بسيطه. جنب بقى كوبايه شاي، كوبايه شاي بحليب. نقطعها كده مع بعض. بصي بقى الجمال، وهنشوف بقى ارتفاعها، وانا بقى اللي هشوف طعمها. بجد جميله. عندي جوز الهند، وانا من عشاق جوز الهند. هزينها كده بشويه جوز الهند. عندك بقى ايه معلقتين مربى، عندك كريز، اي حاجه، كيوي، حتتين مانجا، فراولتين، تفاح، اي حاجه يعني بجد تدي ايه. كريم كراميل، قصدي كريم كراميل ايه يا سمر، قولوا معايا، اللي هو الصوص اللي بيبقى في الكريم كراميل ده برضو بيبقى حلو جدا، بزين بيه التورته بيدي طعم حلو. بصي بقى كده تبارك الله، بجد في منتهى الجمال، لازم تجربيها. بصي بقى كده نطلعه كده قطعه مع بعض. بصي قد ايه بجد ان هي طريه وحلوه جدا. بصي الكيكه، عايزه بقى اوريكي ارتفاعها. بصي بقى قد ايه ان هي فاتحه وهشه جدا، طريه. بصي بجد في منتهى الجمال، بصي تحفه. بصي الكيكه وجمالها. لا يلا بقى قومي، بجد تستاهل ان انت تقومي دلوقتي وتعمليها. بصي طريه ازاي، طعمها في منتهى الجمال. بصي ازاي بجد هشه، هشه جدا، خفيفه. بصي زي ما اتفقنا انها تنفع بجد للتورته. كيكه جميله خفيفه اقتصاديه للشاي جنب كوبايه شاي بلبن. بحبكم جدا في الله، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. سمر ابو العلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.